25% من الارتفاعات اللي شهدها مؤشر S&P 500 خلال عام 2024 كان المتسبب فيها هو سهم انفيديا. وسهم انفيديا بشكل عام خلال اخر عامين، يعني في 2023 وخلال عام 2024، كان سهم رائد في السوق الامريكي بشكل كبير، نتيجه طبعا للشرايح اللي بتستخدم في الذكاء الاصطناعي واللي بتعتمد عليها الشركات الكبرى. يعني شركه انفيديا الزباين بتوعها هم الفابت وتسلا وامازون وكتير من الشركات الكبرى، وبالتالي اصبحت انفيديا هي محرك رئيسي بالنسبه لاسواق الاسهم الامريكيه. والفكره مش هتكون في النتائج، يعني متوقع ان النتائج تطابق التوقعات ويكون عندنا نتائج جيده جدا بالنسبه للايرادات. متوقع نوعا ما ان الارباح كنسبه من الايرادات تقل شويه، لكنها ما زالت في النطاق الجيد. المهم بالنسبه لنا او اللي هيؤثر على الاسواق بشكل كبير هو او في التقرير هو قدره الشركه على التسليمات في عام 2025. لو هنتكلم عن شرائح الاتش 100 اللي نوعا ما ايراداتها ابتدت تقل، عندنا التركيز هيكون على بلاك ويل بشكل كبير، لان كان عندنا بعض الاشاعات ان ربما يتم تاخر التسليم من شركه انفيديا في عام 2025، فمحتاجين ان الشركه تطمئن الاسواق نوعا ما. وقتها من المتوقع ان احنا نشهد ارتفاعات كبيره جدا سواء على السهم او سواء على اسواق الاسهم الامريكيه والقطاع التكنولوجي بشكل عام. فقولوا لنا توقعاتكم بالنسبه لسهم انفيديا واستنونا في فيديو جديد.